السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية ومفاجآت بالجملة هنا وهناك. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للعناوين ومنها الى التفاصيل. توقيع امام عاشور في الاهلي والبديل، الاهلي يعود لجدار الجزائر، وحكام القمة كارثة، انقسام ميدو في الانضباط، والاهلي ينقذ ديانج وشيكابالا، وخناقه اوساريو واحمد سيد زيزو. نروح على طول لاخبارنا. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم بيعلن التصنيف الشهري للمنتخبات، وتقدم جديد لمنتخب مصر بعد الفوز وبفضل فوزه على غينيا في تصفيات افريقيا في المغرب، وايضا مباراة مصر أمام جنوب السودان والفوز بثلاثية. مصر تتقدم مركز من 35 لل 34. مصر بتصعد للمركز الخامس على مستوى القارة الافريقيه. المغرب في الصداره في المركز 13 عالميا، السنغال 18، تونس 31، الجزائر 33، مصر 34 عالميا. بكده مصر بتضمن باذن الرحمن في القرعه اللي هتقام في شهر اكتوبر القادم فيما يخص قرعه كاس العالم وتصفيات كاس العالم في امريكا 2026 وكندا. باذن الرحمن مصر على راس مجموعه وفقا للتصنيف الحالي. تعال نروح لحراس مرمى النادي الاهلي. عايز اقول ان من سنتين او من سنه او من شهور كان دايما في حاله من القلق على حراس مرمى النادي الاهلي، وان مين بديل محمد الشناوي. النهارده النادي الاهلي عنده بسم الله ما شاء الله 4 حراس مرمى، ما تقلقش ان اي واحد فيهم يكون حارس مرمى النادي الاهلي، سواء كان الشناوي، سواء كان مصطفى شوبير اللي اتحط في اختبار مهم جدا ويؤهل مصطفى شوبير انه يكون الحارس الاساسي مش البديل للنادي الاهلي، وهو اختبار مباراه الوداد. علي لطفي واللي تم اختباره في اكتر من مباراه قمه قبل كده، وكان خير خلف لخير سلف زي ما بيقولوا. اخيرا حمزه علاء حارس مرمى منتخب مصر الاولمبي الاساسي. حمزه علاء لعب ماتشين مع منتخب مصر في افريقيا في المغرب، مفيش ولا هدف هز شباك حمزه علاء. الفضل بعد ربنا ان يكون عندك 4 حراس مرمى يسدوا عين الشمس للراجل المدير الفني لحراس المرمى او مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، اللي وصل حراسه المرمى للنادي الاهلي انك تكون قاعد مطمن اي حد في اي وقت هيكون حارس اساسي للنادي الاهلي، ما يكونش فيه اي قلق بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيتدخل بقوة لحل أزمة أليو ديانج مع وكيله السابق. أليو ديانج صدر حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية ب 250 ألف دولار، بالإضافة لغرامة فوائد 5%، يعني حوالي هتخش في حوالي 300 ألف دولار. واللاعب معاه مهلة شهر إلا الدفع أو الإيقاف لحين الدفع. طبعا النادي الأهلي مش هيستنى اما اللاعب بتاعه يتوقف. النادي الاهلي تدخل مسؤولي النادي الاهلي لدى أليو ديانج ولدى المحكمه الرياضيه من اجل حسم تسديد الغرامه. النادي الاهلي هيدفع الغرامه ويتم خصمها من المستحقات الماليه الخاصه باللاعب لعدم وجود اي عقوبات اضافيه يتم اصدارها على اللاعب أليو ديانج. عايز اقول ان مباراه النهارده بعيدا عن صعوبتها انك بتلعب البنك الاهلي، لا فرقه عندها لاعبين اصحاب امكانيات هايله جدا. كمان البنك الاهلي على مقربه من الدخول في صراع الهبوط، في حوالي 8-9 انديه بينافسوا بقوه على الهبوط، من ضمنهم نادي البنك. نادي البنك الاهلي محتاج نقطه النهارده او نقطه من مباراه النهارده عشان يضمن ويحط في بطنه بطيخه صيفي انه بعيد تماما عن صراع الهبوط المشتعل في مؤخرة الجدول. غزل المحله عنده 32 نقطة، الداخلية 29 نقطة، خلاص حرس الحدود كده ضمن. دول الاثنين اللي عندهم امال ان هم يطلعوا من الهبوط. اللي بينافس على الهبوط اسوان، طلائع الجيش، الاسماعيلي. كل نادي من دول عنده 32 الاسماعيلي، سيراميكا 33، البنك 35. البنك لو خسر النهارده بيدوس برجله اكتر وبيغرس اكتر في منطقه
الصراع على الهبوط. وده اللي بيمثل صعوبه لمباراه الاهلي، ان البنك الاهلي النهارده هينزل مستقتل على نقطة التعادل أو نقطة من النادي الأهلي عشان يضمن البقاء في بطولة الدوري، خصوصا إنه فاضل له 3 مباريات فقط في بطولة الدوري، من ضمنهم مباراة النادي الأهلي. مع مارسيل كولر في ميزة مهمة جدا الراجل ده عملها. أنت كجمهور للنادي الأهلي السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو في أي سنة قبل كده، ما عدا مانويل جوزيه وفترة مانويل جوزيه، كان أي لاعب يغيب كنت تحط إيدك على قلبك واحنا ناقصين، يا رب استرها يا رب. يغيب لاعب اساسي، يا رب استرها يا رب، يا رب كملها بالخير يا رب. دلوقتي اللي يغيب يغيب، بيغيب حمدي فتحي يا عمي في عندنا، يغيب كهربا في الهجوم عادي، يغيب معلول هنلزق باي حد. الروتيشن اللي عمله مارسيل كولر طوال الموسم وصلك لمرحله النهارده مهمة جدا، ان اللي يغيب يغيب. الاهلي بمن حضر، بقى عندك اساسي والبديل بتاعه على مستوى قريب جدا من اللاعب الاساسي. النهارده حسين الشحات بيتم استبعاده بسبب اجهاد في العضلة الخلفية. الراجل مش قلقان لا على حسين الشحات ولا على غياب حسين الشحات، لان عنده البديل 1 و2 و3. النهارده كريستو تم ضمه للقائمة على حساب حسين الشحات اللي الراجل فضل راحته. وطبعا حمدي فتحي تم استبعاده في الساعات الاخيره بسبب قطر والسفر الى قطر بعد اقتراب انهاء الصفقه لصالح نادي الوكره القطري. مارسيل كولر قريب جدا من تحطيم رقم الاسطوره مانويل جوزيه مع النادي الاهلي. مانويل جوزيه في سنه 2006 حقق مع النادي الاهلي رقم مهم جدا، وهو الفوز ب5 بطولات في سنه واحده او في موسم واحد. مانويل جوزيه مع النادي الاهلي حقق خماسيه تاريخيه لما فاز ببطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله السوبر المحلي وبطوله دوري ابطال افريقيا ودوري السوبر او بطوله السوبر الافريقي، والمركز الثالث وميداليه المركز الثالث في كاس العالم للانديه. مارسيل كولر قريب جدا من كسر الرقم او معادلته الاول بالفوز ببطوله الدوري الحالي، وكسر هذا الرقم بالفوز بالسوبر المحلي والسوبر الافريقي. مارسيل كولر قادر باذن الله يا رب انه يخلص الموسم ده 7 أو 8 بطولات للنادي الاهلي، معاه دلوقتي 4. الدوري محتاج 12 نقطه عشان اضمن بطوله الدوري، البطوله الخامسه اللي هيعادل بيها رقم الاسطوره مانويل جوزيه. هيتبقى عندي كاس مصر الموسم الحالي، هيتبقى عندي السوبر المحلي للموسم الحالي، هيتبقى وهيتلعب في شهر اكتوبر بالمناسبه، هيتبقى عندي السوبر الافريقي هيتلعب في شهر اغسطس. عندي 3 بطولات في ايدين النادي الاهلي انه يخلص 2 منهم على الاقل. حكام القمه اللي بيحصل دلوقتي في لجنه الحكام الرئيسيه، ان خلاص خدنا قرار رسمي، حكام ايا كان بقى الطرفين بتوع المباراه احنا مش هنجيب حكام اجانب تاني، خلاص خلصت. كفايه العمله الصعبه اللي بندفعها للراجل بيريرا اللي ملوش اي شغلانه ولكن بيعلم على قفانا ب $19,000 كل شهر بياخدهم على قفا الشعب المصري وعلى حساب الشعب المصري. فمش عايزين بقى نجيب حكام اجانب تاني، كفايه السبوبه اللي رايحه دي. لجنه الحكام عايزه تراضي كابتن ابراهيم نور الدين بتحكيم مباراه القمه. ابراهيم نور الدين السنه اللي فاتت كان من المفترض ان هو يحكم نهائي كاس مصر او السنه اللي قبلها بتاع الاهلي والزمالك، ولما طلع الاهلي والزمالك قال لك لا هنجيب حكام اجانب، معلش يا هيما اركن انت المره دي، هندي لك ماتش ان شاء الله في القريب. جه السوبر او كاس مصر بتاع الاهلي وبيراميدز، معلش يا هيما نادي بيراميدز مزمزق حبتين معاك، فمش عايزين ابراهيم نور الدين وعايزين حكم تاني، فجابوا لهم محمود البنا او امين عمر. الماتش بتاع القمه او ما يسمى بمباراه القمه بين الاهلي والزمالك، ابراهيم نور الدين عدد من الحكام او اعضاء لجنه التحكيم شايفين ان خلاص بقى حان الوقت، خلاص الاهلي كده كده ضمن الدوري والزمالك ضمن المركز الرابع او المركز الثالث، مش فارق الاثنين هيودوا كونفدراليه، فنجيب ابراهيم نور الدين مننا وعلينا، الراجل من مدرسه الاحتواء الجميل. النتيجه مش هتوصل لنتيجه كبيره، هيقدر يسيطر على لعيبه النادي الاهلي وما يخليش الفوارق كبيره
ما بين الاهلي والزمالك، فنخليه هو حكم لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف او الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كابتن احمد حسام ميدو اساء للحاج عامر حسين، وطلع الحاج عامر حسين قال لك انا مش هسكت ومش هسيب حقي واخد حقي بالقانون. القانون اللي هو ازاي يا حاج عامر؟ قال لك ميدو اعلامي وشغال في احد الانديه في لجنه الكوره في احد الانديه نادي الزمالك، انا هحيله للجنه الانضباط. طبعا ميدو مداميدو اللي له ظهر في البلد دي وما يتدلعش يستاهل الضرب. ميدو له ظهر تقيل في اتحاد الكوره، اصدقاء ميدو اعضاء في اتحاد الكوره، كابتن باراكوتا ملك الحراكوتا اللي بيطلع مع ميدو في البرنامج بتاعه، وكابتن حازم امام الصديق الصدوق، اللي هم يعني هو وميدو بنعمل كل حاجه مع بعض. فالاتنين تدخلوا لعدم احاله ميدو للجنه الانضباط. قال لك ميدو مش من عناصر اللعبه، لا هو لاعب ولا عضو مجلس اداره ولا عضو في جهاز فني ولا اي حاجه، فليه نحيله للجنه الانضباط؟ ميدو ملوش اي منصب اداري او تنفيذي في اي نادي، فليه يتم احالته للجنه الانضباط؟ هم شايفين ان لا، ما ينفعش تحيل ميدو للجنه الانضباط لانه ما مش عايزين نقول صاحبنا، بس هو يعني ما ينفعش، هيزعل مننا. البعض طالب طب خلاص طالما مش هنقدم ميدو للجنه الانضباط ولا نحيله للجنه الانضباط، نعمل على الاقل شكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، خصوصا ان تصريحات ميدو اللي اتقالت دي قالها في البرنامج بتاعه اللي بيظهر فيه على قناه المحور. قولوا لي لو انتوا اصحاب قرار تعملوا ايه مع ميدو؟ لو انا هجيب له هديه، هجيب له طبق بليله كده بالمكسرات. عايز اقول مارسيل كولر طلب من النادي الاهلي اخيرا التفريط في كريم نيدفيد، والراجل رافض ضم كريم نيدفيد للنادي الاهلي، وشايف ان في لعيبه افضل كتير من كريم نيدفيد سواء كان داخل النادي الاهلي او الطلبات بتاعه مارسيل كولر. احد الاصدقاء بعت لي قال لي الحق امام عاشور وقع في النادي الاهلي، وامام عاشور جاي اعاره خلاص، والاهلي اتفق والاهلي خلص والاهلي. بص يا فندم، انا ما بحبش الضحك على الدقون، ويا احلى حاجه عندي اطلع اقول لك الاهلي خلص مع امام عاشور ونعمل ريتش ونعمل مشاهدات، ونيجي كمان شهر شهرين اقول لك معلش والله الناس نسيت. يعني اللي حصل في موقف امام عاشور، اولا النادي الاهلي هو رقم 2 في رغبات امام عاشور. امام عاشور رغبته الاولى نادي الزمالك، وقلت لك امبارح او اول امام عاشور قعد مع عبد الواحد السيد واتحايل على عبد الواحد السيد انه الزمالك يرجعه ولو حتى على سبيل الاعاره. النادي الاهلي لم يحصل على اي توقيع، واتحدى اي حد صحفي يوتيوبر اي ما حد ماشي في الشارع قاعد على القهوه يقول لك امام وقع للنادي الاهلي واعضاء مجلس اداره الاهلي والكابتن محمود الخطيب مش ناس ساذجه. انت بتتعامل مع نادي اوروبي، يعني ما عندوش يما ارحميني. يعني لو وصلوا معلومه بسيطه انك وقعت مع لاعب عنده العقد بتاعه لسه بدري في العقد بتاعه، هيشتكيك للفيفا وتاخد ايقاف فترتين او 3 فترات قيد. فالنادي الاهلي، احنا المسؤولين في النادي الاهلي مش ماشيين مسطولين يا بيه. الاهلي قبل ما بيخطي خطوه بيفكر فيها مليون مره. فاولا عايزك تحط بطيخه صيفي في بطنك، امام عاشور ما وقعش ولا رغبات ولا توقيع عقود ولا اي حاجه. رقم 2 امام عاشور زي ما بقول لك الاهلي رغبه تانية بالنسبه لامام عاشور. موضوع الاعاره وان الاهلي يستعيره ده اقتراح احد الاعضاء في لجنه التخطيط في النادي الاهلي او شركه الكوره في النادي الاهلي. طب يا جماعه انتوا شاكين في امام عاشور او خايفين ان امام عاشور سلوكياته لا تتوائم معانا،
فنجيبه ونلبسه، هنجيبه اعاره. والله السنه اللي هيجيها اعاره دي طبع معانا اوكي، ما طبعش وسلوكياته واخلاقياته متنافيه معانا خلاص، احنا ما خسرناش حاجه، جبنا اعاره سنه وخلاص. ده الراي اللي موجود دلوقتي، او احد الاراء اللي مطروحه دلوقتي على النادي الاهلي. لكن لو هتسالني رايي هقول لك والله اللي ما يحطنيش رقم واحد بالنسبه له، واحد ورقم اتنين ورقم تلاته وعشره بالنسبه له، ما فيش حد تاني انا مش عايزه. لو امام عاشور ده مش واخد النادي الاهلي رقم واحد واثنين وثلاثه وعشره ومفيش غير الاهلي، انا مش عايز امام عاشور. لكن لاعب كل طموحاته دلوقتي انه يرجع نادي الزمالك، وله الحريه في ذلك، انا ما اقدرش اجبره على حاجه. نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب الا للحبيب الاولي. هو بيحب الزمالك، انا ما اقدرش الوي دراعه واقول له لا احب الاهلي. يبقى لا الاهلي خد توقيع امام عاشور. موضوع طلب اعاره امام عاشور ده راي دلوقتي مطروح في النادي الاهلي، البعض كان رافض، البعض كان موافق، كابتن محمود الخطيب له الكلمه الاخيره في هذا الملف. البعض طرح فكره ان احنا نستعير امام عاشور، طالما انتم مش واثقين في امام نستعيره لمده سنه ويبقى والله طبع معانا اهلا وسهلا، ما طبعش يبقى خلاص بالنسبه لي امام عاشور. لجنه الكوره في النادي الاهلي او لجنه التخطيط في النادي الاهلي عرضت على مارسيل كولر اللاعب اللي قلت لك عليه امبارح اللي هو رضا سليم، اللي احد وكلاء المغاربه عرضوا على النادي الاهلي. تم احاله الملف لمارسيل كولر. الصحافه الجزائريه ملهاش كلام غير عن المفاوضات بين الاهلي وبين اتحاد العاصمه عن كابتن وقائد نادي اتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه الافريقيه زين الدين بالعيد، وان النادي الاهلي قريب جدا من الحصول على خدمات زين الدين بالعيد مدافع وجدار منتخب الجزائر للمحليين ونادي اتحاد العاصمه الجزائر. ما علمناه بخصوص ازمه زيزو مع اوسيريو ان سبب الازمه هو شيكابالا، ان الراجل قرر انه ينزل شيكابالا مكان احمد سيد زيزو، وده السبب في انفعال احمد سيد زيزو على المدير الفني خوان كارلوس اوزيريو وقراره بالرحيل وعدم الانتظار لانتهاء المباراه، وخد شنطته ومشي وخد العربيه ومشي من استاد القاهره. السبب ان زيزو يعني في مشاكل بينيه كده بينه وبين محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.